عمرك سألت نفسك وانت قاعد في اوضتك دلوقتي في السكون ده، هل الحيطان اللي حواليك دي حامياك فعلا؟ احنا بنقفل الابواب بالترباس وبنحط ستاير عشان محدش يشوفنا وبنحس ان ده هو الامان. بس في الحقيقة ان في عالمنا الجديد الامان ده مجرد فكرة بنصبر بيها نفسنا. النهاردة الخطر مش محتاج يكسر بابك، هو محتاج بس انك تكون واثق بزيادة. تعالوا نحكي على اللحظات الأخيرة اللي الأسوار فيها وقعت، مش عشان ضعيفة بس احنا اللي سيبنا المفتاح في القفل. سنة 2013 في عز زحمة الكريسماس شركة تارجت كانت بتحقق أرباح خيالية. شركة عملاقة عندها أنظمة تأمين بملايين الدولارات، لكن الكارثة بدأت من حتة محدش يتخيلها، ألا وهي التكييف. في شركة صغيرة كانت مسؤولة عن صيانة التكييفات في فروع تارجت. كان معاهم صلاحيات دخول للشبكة عشان بس يراقبوا درجات الحرارة واستهلاك الطاقة. المخترقين ما دخلوش لتارجت من الباب الكبير، هما بس دخلوا للشركة الغلبانة بتاعة التكييف، ومنها بكل هدوء مشي جوه الشبكة لحد ما وصلوا لبيانات 40 مليون كارت بنكي للزبائن. وهنا السؤال، ليه ده حصل؟ المشكلة هنا ما كانتش ضعف برمجي، كانت إهمال إداري في منح الثقة. الشركة هنا كانت فاكرة إنها مأمنة نفسها، بس نسيت إن أمانك هو أمان أضعف واحد أنت بتتعامل معاه. الثقة العمياء اللي الشركة بتاعت تارجت كانت مديها لشركة التكييفات كانت كارثة بكل المقاييس. ليه في فني تكييف يكون معاه مفتاح يوصله غرفة الخزنة؟ ده خطأ بشري في تصميم الصلاحيات. واحنا بنتكلم في النقطة دي عايزك تبص لحياتك كده وتشوف كام حد غريب انت مديله مفتاح يوصل لخصوصياتك لمجرد انك واثق ان ملوش دعوة. شركة ايكوفاكس دي مش أي شركة، دي شركة بتجمع بيانات ائتمانية عن ملايين البشر، يعني خزانة أسرار حرفية. في 2017 حصلت واحدة من أبشع الكوارث في التاريخ. بيانات 147 مليون شخص اتسرقت، أرقام وهمية، عناوين، تواريخ ميلاد. كل البيانات دي كانت في إيد شبح، بس الصدمة الحقيقية مش في الرقم نفسه، الصدمة في اللي كشفته التحقيقات بعد كده. الشركة كان فيها ثغرة في نظامها، والشركة المصنعة للبرنامج ده بعتت لهم تنبيه رسمي لكل العالم وقالت يا جماعة، في ثغرة موجودة في نظامكم وده التحديث بتاعها. رسالة التنبيه دي وصلت إيكوفيكس والمديرين شافوها وحولوها للمهندسين، بس اللي حصل هنا كان عطل بشري. المهندس المسؤول ما خدش باله من الإيميل، والمدير ما تابعش وراه، والسيستم اللي المفروض يفحص الأجهزة ما شافش الثغرة، فسابوا الباب مفتوح على البحري لمدة 4 شهور كاملة. وهنا كان الاختراق مجرد وقت بس. المخترقين ما كانوش محتاجين يفجروا الحصن بتاع الشركة، هما بس دخلوا من الباب اللي الشركة كسلت تركب له قفل، والمشكلة إن القفل ده كان في جيبهم اللي هو التحديث. ونرجع لنفس السؤال، ليه ده حصل؟ هنا احنا قدام حالة كلاسيكية من البرود. المشكلة ما كانتش تقنية، المشكلة كانت في طريقة الإدارة. أول حاجة وهي الاستهتار بالوقت. في الأمن القومي الوقت مش بفلوس، الوقت بحياة. لما تأجل تحديث بسيط لمدة شهور انت مش بتأجل شغل، انت بتسيب دعوة مفتوحة لأي حد عايز يأذيك. في النقطة دي برضو عايز أقولك على حاجة، التحديث أو الأبديت اللي بيظهر لك على موبايلك أو اللابتوب بتاعك وانت بتدوس على remind me later أو بكرة، انت ما تعرفش بكره ده مخبي ايه. فهل انت فعلا مأمن نفسك ولا سايب بابك موارب ومستني الظروف تستر عليك؟ ودي كانت مجرد البداية. قصتين عرفونا ان الثقة الزيادة والكسل هم أعداء حقيقيين، بس اللي جاي أصعب بكتير لما اللعبة توصل لأنابيب الطاقة اللي بتمشي بلد كاملة. في مايو 2021 أمريكا صحيت على كابوس أكبر أنبوب نفط في البلاد، كولانيوم بيبلاين وقف تماما. الأنبوب ده هو الشريان اللي بينقل 45% من احتياجات الساحل الشرقي من بنزين وسولار ووقود طائرات. فجأة الناس لقت إن مفيش نقطة زيت ماشية في المواسير، الناس اتجننت، طوابير بالكيلومترات والأسعار ولعت وحالة طوارئ قصوى. تفتكروا هنا بقى المخترقين عملوا إيه؟ فجروا الأنبوب مثلا أو اخترقوا أجهزة التحكم في الضغط؟ كل اللي هقولهولك إن ولا ده حصل ولا ده حصل. الموضوع أبسط وأرعب من كده. كل الحكاية إن المهاجمين لقوا حساب قديم لموظف سابق، الحساب ده كان منسي والشركة ما مسحتوش، والأدهى من كده إن كلمة السر بتاعت الحساب ده كانت مسربة في اختراق جديد، والاختراق ده كان لموقع تاني خالص. يعني الموظف كان مستخدم نفس كلمة الباسورد في أكتر من حتة مختلفة. طبعا المخترقين دخلوا من الحساب المنسي ده وشفروا بيانات الشركة كلها
عن طريق فيروسات خطيرة جدا وهي الرانسام ويرز أو فيروسات الفدية، وده معناه إن المخترقين طلبوا فدية من الحكومة عشان يفكوا تشفير الملفات المهمة دي. طيب وليه ده حصل؟ إحنا هنا برضو قدام كارثة سببها الفوضى الإدارية، وهي إنك إزاي تسيب حسابات قديمة مفتوحة لناس ما بقتش شغالة في الشركة. ما خفتش إن الماضي اللي أنت سايبه ده يرجع في يوم بالليل ويقفل طريقك كله؟ تخيل إنك مركب أحسن جهاز إنذار في العالم وجايب شركة أمن عالمية تحرس بيتك، وبعدين تكتشف إن الحرامي دخل بيتك جوه لبس الحراسة نفسه. وده بالظبط اللي حصل في سولار ويندوز، ودي شركة برمجيات عملاقة برامجها بتستخدمها أكبر جهات في الكوكب عشان يراقبوا ويأمنوا شبكاتهم، زي مثلا وزارة الدفاع والخزانة الأمريكية وحتى شركات زي مايكروسوفت. المخترقين هنا عملوا حركة شيطانية، ما راحوش للضحايا ذات نفسهم، هم بس اخترقوا شركة سولار ويندز نفسها وحطوا كود خبيث أو مالوير جوه التحديث الرسمي بتاع البرنامج. الضحايا واللي هم أقوى مؤسسات في العالم جالهم إشعار روتيني يوجد تحديث جديد للأمان، هل تود التثبيت؟ طبعا هم داسوا موافق وهم مطمنين لأن المصدر موثوق، ده جاي من الشركة نفسها. وفي اللحظة دي اللي هم عملوه وما كانوش عارفينه إنهم نزلوا جاسوس جوه غرفة عملياتهم بإيديهم. الاختراق ده قعد شهور ومحدش اكتشفه لأن الجاسوس كان لابس يونيفورم رسمي ومختوم بختم الشركة كمان. طيب ليه ده حصل؟ الضربة دي هزت العالم لأنها ضربت مبدأ الثقة. لما العدو ما يعرفش يكسر لك بابك فيروح للمصنع اللي بيصنع لك الأقفال ويحط لك فيه عيب. الشركات الكبيرة وقعت في الفخ لأنها وثقت في الاسم ونسيت تراجع وراه. الغرور خلى الكل يفترض إن بما إن التحديث جاي من الشركة الأم يبقى أكيد أمان. إحنا طول الوقت باصين للسما ومستنيين هجمة تيجي من مخترق عبقري قاعد في أوضة ضلمة، بس الحقيقة إن الخطر ممكن يكون بيشرب معاك قهوة دلوقتي. في عالم الأمن أخطر حاجة هي التهديد الداخلي. مش لازم يكون جاسوس بالمعنى اللي في الأفلام، أحيانا بيكون موظف زعلان عشان ما ترقاش فيقرر يحرق ملفات الشركة قبل ما يمشي، وأحيانا بيكون شخص طماع فيقرر يبيع بيانات الشركة لشركة منافسة. بس الشخص التالت واللي يرعب أكتر هو الموظف اللي على نياته، اللي لقى فلاشة مرمية في الأرض في باركينج الشركة وبكل براءة حطها في جهازه عشان يشوف بتاعت مين، ففتح بوابة لشياطين الإنس اللي بره عشان يدخلوا للسيستم بتاع الشركة. بعد كل القصص دي تفتكر لسه في مكان أمان؟ الحقيقة إن الأمان اللي بتحس بيه ده هو مجرد هدنة مؤقتة مع الواقع. إحنا عايشين في عالم مكشوف، مش لأن التكنولوجيا فاشلة، بس لأن إحنا بشر بنغلط وبننسى وبنثق بزيادة في الناس الغلط. عايزك تقوم بقى دلوقتي وتسيبك من الهاكر والمالوير والناس اللي مش بتنام دي، وروح اطمن على التلاجة، شوف فيها حتة جبنة ولا شوية رز بلبن يرموا عظمك كده. بس وانت راجع كده لو تكرمت يعني ابقى حدث الباسورد اللي انت عامله من 2017 1 2 3 4 5 ده، عشان دي فضيحة والله. وما تنسوش تخلي بالكم من نفسكم ومن موبايلاتكم ومن قلوبكم طبعا. ويلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي وفي امان الله.